اذا كنت تدور على لابتوب للمونتاج او الالعاب بميزانيه مقبوله واداء يكون جيد، فالام اس اي سايبورغ 15 ممكن يكون خيارك المثالي لهذا الموضوع. اللابتوب تقريبا صار لي اسبوع استخدمه، وبكل تاكيد هذه راح تكون تجربتي الكامله لهذا الجهاز. خليكم وياي على ما تعرفون باقي التفاصيل. السلام عليكم متابعيني الاعزاء واهلا بكم بهذا الفيديو. نبدا اول شيء بهذا اللابتوب واللي هو موضوع التصميم وشكله الخارجي. بصراحه تصميم الجهاز يلفت الانتباه، الجهاز شكله عصري وبيه خامات تصنيع تحسك بانه انت لازم جهاز فعلا قوي وفعلا متين، واكيد مع منافذ تهويه موجوده بكل مكان بهذا اللابتوب. وطبعا الموضوع طبيعي بما انه الجهاز جيمنج، فبكل تاكيد راح يكون اكو اهتمام بهذا الموضوع على مود يكون تشتيت الحراره بشكل جيد على هذا الجهاز. فموضوع الشكل وخامات التصنيع بهذا الجهاز بصراحه اشوفه شيء ممتاز جدا. الان خلينا نتكلم عن الشاشه. بكل تاكيد لابتوب جيمنج مفروض معدل التحديث مالته ما يقل عن 120 هرتز، والشاشه الخاصه بهذا اللابتوب تجي بمعدل تحديث 144 هرتز، حجمها 15.6، وتجي بدقه الفول اتش دي من نوع اي بي اس ال سي دي. بصراحه الشاشه هنا تنطي تجربه مشاهده محتوى ممتعه جدا، وبنفس الوقت ليه مثل ما قلنا بما انه هو لابتوب جيمنج فمعدل تحديث عالي بالنسبه للشاشه. هذا الموضوع راح يعطيك شغلتين، سلاسه بالاستخدام، والشغله الثانيه موضوع الفريمات للالعاب. الشاشه بيها كلش مجال هواي انه تلعب بيها على العاب قويه وتعطيك فريمات عاليه جدا، فالشاشه ما راح تكون حد وعائق بالنسبه لك بالنسبه لموضوع الفريمات، وراح تحصل من عندها تجربه العاب راح تكون تجربه مميزه جدا. بكل تاكيد لما نتكلم عن شاشه 144 هرتز وفريمات عاليه فلازم المعالج وكرت الشاشه يتحملون هذا الشيء. المعالج الموجود بهذا الجهاز هو من انتل، وبالتحديد الكور اي 7 جيل 13 فئة الاتش مع كارت شاشة واللي هو الانفيديا ار تي اكس 4060. وهنا هذا الموضوع راح يساعدك بشكل كبير ان تحصل اداء قوي سواء كان موضوع الالعاب او حتى موضوع التصميم والمونتاج. بصراحة خلال تجربتي لهذا الجهاز جربت اكثر من لعبة عليه، وبالنسبة لموضوع تجارب الالعاب فراح يشوفونها بنهاية الفيديو. بصراحة بالنسبة لي والاستخدامي بالنسبة لموضوع الالعاب او حتى موضوع المونتاج اللي هو انا استخدمه بشكل كبير جدا، ما واجهت بي اي مشاكل. الجهاز كان كل سلس بهذا الموضوع، واداءه كان مستقر وثابت. بكل تاكيد اكو حراره بالموضوع، واشوف انه هذا الموضوع طبيعي جدا. لما تضغط على الجهاز تفتح اكثر من نافذه، تستخدم برامج قويه مثل دافنشي ريزولف، الموضوع راح يكون به حراره، ومثل ما قلت هذا الموضوع طبيعي، لكن الجهاز يقدر يتعامل مع الموضوع بكل تاكيد لحد معين. لان مثل ما قلت انت صح ماخذ لابتوب جيمنج، ولكن انت ما ماخذ اقوى شيء، او انت ما ماخذ ديسكتوب على ما تتوقع من عنده اداء يعني جبار جدا. وايضا الموضوع اللي يساعد بهذا الشيء اكثر هو موضوع الرامات. الرامات هنا 16 جيجا بايت من نوع دي دي ار 5. بصراحه رامات راح تكون جدا كافيه بالنسبه لاي استخدام بالوقت الحالي، ما اعتقد راح يكون عندك مشكله بهذا الموضوع. وبالنسبه للهارد فعليه هارد واحد واللي هو 512 جيجا بايت من نوع اس اس دي. بكل تاكيد تقدر تضيف عليه اضافات ثانيه وتعلي الذاكره هنا. من ناحيه المنافذ الجهاز بي منفذين يو اس بي تايب اي. بصراحه اشوف الموضوع قليل، لو بي 3 كان او 4 كان راح يكون افضل بصراحه، لكن معوضين الموضوع بانه نخلوا منفذ من نوع تايب سي، وهذا الشيء اللي يعطيك الامكانيه بان تركب عليه هبات ممكن بكل سهوله انه تعطيك اكثر من منفذ بنفس الوقت، كلها من خلال منفذ التايب سي. وايضا بمنفذ اللان منفذ اتش دي ام اي، وبالاضافه الى منفذ 3.5 ملم بالنسبه لموضوع السماعات السلكيه. راح اعطيكم خلاصه عن هذا اللابتوب. الام اس اي سايبورغ 15 اشوفه جهاز مناسب لاي شخص عنده مونتاج فيديوهات 4K بشكل بسيط، فول اتش دي و2K راح يمشيك بشكل ممتاز. وبالنسبه لموضوع الالعاب، حتى موضوع الالعاب صراحه على دقه ال 1080 وال2K الجهاز راح يمشي بشكل جيد. على ال 4K بصراحه ما انصح به بشكل كبير، لان مثل ما قلت لكم صح انه هو لابتوب جيمنج، لكن بكل تاكيد انت ما ماخذ اقوى شيء، والاداء بالنسبه للفئه يعتبر جيد، ولكن اكيد اذا تدور في شيء اقوى 4K وفريمات يعني فول، فبكل تاكيد انصحك ان تشوف خيار ثاني راح يكون حاجه افضل بالنسبه لاستخدامك. وبصراحه هذه كانت كل التفاصيل خاصه بهذا اللابتوب. وبكل تاكيد اللابتوب هذا راح يكون متوفر على شركه النبع، موقعها الموصل المجموعه الثقافيه قرب النفق، او بكل سهوله تطلبونه عن طريق الاونلاين، عندهم توصيل لكل محافظات العراق. راح اخلي صفحه الانستغرام الخاصه بهم بوصف الفيديو. هذا كان كل ما عندي بالنسبه لهذا الفيديو. جيت وياكم انا محمد، اعطوا رايكم بالفيديو، واكيد اخليكم مع تجارب الالعاب، وان شاء الله اشوفكم فيديو الجاي. السلام عليكم.